السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم. ومعانا حلقة جديدة النهاردة حابب أتكلم فيها عن الفكرة بتاعت وهم التوقيت المثالي وانتظار. واللي أنا أقصده هنا بالظبط لو أنت بتمر بحالة نفسية سيئة أو تعثر دراسي وخلافه. فأنت بتفشل في حاجات كتير في حياتك، ولكنك مش واخد أي خطوة ومستني إن في لحظة معينة أنت فاكر إن حالتك النفسية هتكون فيها أحسن، شكل جسمك هيكون أحسن، وبالتالي ساعتها هتكون قادر إنك تنجز. فبمعنى إن أنا مأجل المذاكرة اللي عليا مثلا لحد لما تيجي لحظة معينة أحس نفسي إن أنا فيها قادر أذاكر. الحاجة اللي أنا يعني جايبها لك معايا النهاردة هي فكرة إن ده عمره في حياته ما هيحصل. يعني مفيش لحظة هتيجي أنت هتحس فيها بالرضا عن نفسك، كفاية إن حالتي النفسية أحسن حاجة، فوالله يلا نذاكر، غير لما أنت تسعى وتبذل ده بإيدك. تسعى وتبذل ده بإيدك بمعنى إن أنت من الآخر لازم تتغير. فلما نيجي نقيس الموضوع، يعني ناخد مثال. انت لو مستني مثلا انك تنزل يعني جسمك تخين وصحتك الجسدية مش احسن حاجة، فانت لو مستني ان يجي فرصة مناسبة تنزل فيها الجيم فما يكونش عليك ضغط في الشغل بتاعك او في المذاكرة، ويكون يومك كله فاضي ومترتب، فتعمل الجدول اللي احنا كنا بنعمله واحنا في ابتدائي بتاع انا من ان شاء الله من 8 ل 10 هروح الجيم. لو انت خلاص ده الميعاد الثابت في يومك تمام، لكن انا بتكلم على ان جو ان احنا هنصحى كل يوم لتغيير حياة افضل، ومن 8 ل 10 هروح جيم، ومن 10 ل 12 هسمع فيلم، ومن 12 معرفش ليه هعمل ايه. فالكلام ده للأسف مش هيحصل. يعني انت مفيش لحظة في حياتك هتحس ان التوقيت مثالي لانك تعمل الحاجة اللي بتعملها. امتى هتحس ان التوقيت مثالي؟ لما خلاص تبقى الحاجة ديت بقت عادة او جزء من يومك، انت بتعملها بشكل لا ارادي. يعني الناس اللي خلاص بقت ملتزمة في الجيم هي بتروح الجيم بدون ما تحس ان الموضوع عبء عليها يعني. فحتى دي حاجة موجودة في السيكولوجي، ان انت الحاجة بتبقى عادة عندك او جزء من يومك لما تقلل المجهود الذهني اللي انت محتاج تعمله عشان تبدأ او يعني تتحرك ناحية الحاجة ديت. فخلاص الشخص اللي بيروح الجيم باستمرار هو الموضوع بالنسبة له بقى حاجة أساسية في يومه، زي الأكل والشرب بالنسبة لك يعني. الحاجة التانية إن الموضوع كده كده مكلف. أنا ما بقولكش إن أنت عشان تبقى بتحب الجيم أو ملتزم في مذاكرتك وتحسن المستوى الدراسي بتاعك فالموضوع هيكون بسيط. بس في نفس الوقت لما تيجي تحسبها، ما برضو أنت التكلفة اللي هتدفعها عشان تتغير تكلفة عالية، ولكن في نفس الوقت التكلفة اللي أنت هتدفعها أو أنت ستيل قاعد مكانك في الكومفورت زون بتاعتك هي أعلى بكتير صدقني. لأن أنت لو فضلت زي ما أنت مهمل في صحتك وبتزيد في الوزن، على المدى البعيد يعني صحتك هتتدمر. لو فضلت مكبر دماغك ومش بتذاكر ومأجل ومراكم فده يعني ان مستقبلك ضاع يعني. بس فالفكرة اللي انا بتكلم فيها ان انت عشان تحس بان انت احسن وحالتك النفسية بتتحسن لازم تسعى انك تعمل انجاز. الانجاز ده كل واحد فينا اهدافه مختلفة في الحياة، فانت الانجاز ده شوف هو بالنسبة لك ايه. فلو انت مأجل حاجة معينة زي ما الناس بتعمل، انا مأجل مثلا نزول الجيم لحد بداية الشهر، وبالمناسبة بداية الشهر بعد بكرة يعني، فهي مش حاجة بعيدة. أنا بالنسبة لي أحسن حاجة تعملها إنك تاخد القرار. لو أنت خلاص عايز إنك بجد تتغير، وقف الفيديو عند هنا. أنا بالنسبة لي النصيحة وصلت، مش لازم تكمل الفيديو، وخد بعضك وانزل الجيم. لو ناوي إنك تذاكر ابدأ ذاكر من دلوقتي وما تستناش يوم 1/6. أنت لسه قدامك يومين، قدامك النهاردة اللي هو 30 وقدامك بكرة اللي هو 31 يعني. فما تعطلش نفسك عشان حاجات وهمية هي عمرها ما هتيجي. انت اللي بتصنع اللحظات المناسبة. يعني انت ممكن تخلي يوم 29/5 ده يوم كويس بالنسبة لك، يوم 30/5 يوم كويس بالنسبة لك، مش لازم تستنى اسمه ده 1/6 عشان تظبط الدنيا يعني. وشوف كم مرة انت قلت هبدأ من يوم السبت، او هبدأ بالظبط الساعة 9، او هبدأ بالظبط يوم 1 في بداية الشهر، ولغاية دلوقتي ما عملتش حاجة يعني. فكلنا بنقع في الفخ ده، فاحذر انك تقع في الفخ ده. بس وده كان الفيديو بتاعت النهاردة. بشكركم على حسن استماعكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.